رحلة الهجرة اللي محدش رجع منها. في ناس بتقول إن البحر بياخد، وفي ناس بتقول إن البحر بيرجع اللي عايزه بس اللي محدش بيتكلم عنه إن في رحلات هجرة مش بتوصل أبدا، مش عشان الغرق لكن عشان في حاجات هناك في النص بتختار مين اللي يرجع ومين لأ. القصة دي حصلت سنة 2018، وشخصيا ما كنتش مصدق غير لما سمعت الجيل الصوتي الأخير. حلم الهجرة. أنا اسمي كريم من المنصورة، كنت شاب زي أي شاب مصري عايش على حلم واحد: أسافر، أهرب، أبدأ حياة جديدة. صاحبي المقرب محمود كان أكتر واحد متحمس. كان بيقول: يا كريم، هنا مفيش مستقبل، البحر أهون من القعدة. في يوم من الأيام جالي منه اتصال الساعة 2 بالليل، صوته كان واطي جدا: إحنا هنمشي الجمعة، المركب جاهز. بس مش في حاجة غريبة. قلت له: غريبة ازاي؟ سكت شوية، بعدين قال: السمسار قال لنا ممنوع أي حد يسأل عن الركاب اللي معانا. ضحكت قلت له: يعني ايه؟ رد بصوت مكسور: في ناس هتركب بس مش مكتوبين في الكشف. الليلة اللي بدأ فيها الرعب يوم الجمعة جه الساعة 11 مساء. وصلنا مكان التجمع على أطراف مطروح. الجو كان تقيل والبحر هل صوته عالي كأنه بيهزرنا. ورا المركب كانت صغيرة بس الناس كتير، رجال وشباب، حتى طفل صغير ماسك في إيد أمه. وفجأة شفتهم 3 أشخاص لابسين أسود بالكامل، وشهم مش باين. محمود قرب منه وهمس: هم دول اللي قال لهم عليهم؟ قلت له: مين دول؟ قال: مش عارف، بس السمسار سلم عليهم بنفسه كأنه خايف. أول علامة المركب اتحركت، الناس كانت بتدعي، في اللي كان بيبكي وفي اللي كان بيقرأ قرآن. عدت ساعة وفجأة الطفل الصغير بدأ يصرخ: ماما، الراجل ده هناك بيوصلي. أم حاولت تهديه: مفيش حد يا حبيبي. بس أنا بصيت لأول مرة شفت واحد من ال3 كان قاعد لوحده، وشه متخطي بس عينه كانت واضحة. عينه سودا ومش طبيعية، مش زي عين بني آدمين. كشعريرة في جسمه. والبحر واقف بعد حوالي 3 ساعات. حصل المستحيل، البحر سكت كأن الموج اتجمد. المركب وقفت فجأة. الناس بدأت تتوتر: ايه اللي حصل؟ السمسار صرخ، محدش يتكلم. بس في اللحظة ديت واحد من لابسين أسود وقف وقال بصوت عميق جدا، صوت مش بشري: احنا وصلنا. واحد من المركب صرخ: وصلنا فين؟ احنا لسه في نص البحر. الراجل رد: وصلنا عند اللي مبيرجعش. الرسالة الأخيرة. محمود شدني من دراعي: كريم، أنا حاسس إننا غلطنا. قلت له: أنت بتخرف، ده أوهام. بس قبل ما أكمل سمعنا صوت خبط تحت المركب، خبط خبط كأن حد بيطلع. الناس بدأت تصرخ، الطفل قال: ماما، في ناس تحت المية كتير. أم صرخت قالت له: اسكت. بس الطفل كمل وشم شهم زي الراجل ده، الجزيرة اللي مش موجودة. الظلام كان كامل، الناس بتصرخ، في اللي بيقرأ قرآن بصوت عالي وفي اللي فقد أعصابه. السمسار كان واقف قدام وشه شاحب. صرخت فيه: اللي بيحصل؟ رد بصوت مقتطع: اسكت، لو اتكلمت هتموت. قلت له: مين دول؟ بص ليه وبعدين قال الجملة اللي عمري ما انساها: مش رحلة هجرة، دي تسليم. سكت كل اللي على المركب. محمود همس: تسليم لمين؟ السمسار بلع ريقه وقال: العصابة أكبر مننا كلنا. الحياة الوسخة. بعد دقائق النور رجع فجأة، بس المنظر اللي شفناه كان مستحيل. قدامنا جزيرة صغيرة، لكن الغريب إن الجزيرة ديت مش موجودة على أي خريطة. والمركب اتحرك لوحدها ناحية الشط كأن حد بيشدها. واحد من الركاب صرخ: احنا مش رايحين إيطاليا. السمسار قال: احنا لو كملنا هنغرق، لازم ننزل هنا. الناس بدأت تتعرض، بس في اللحظة دي طلع راجل مسلحين في الضلمة، عددهم كبير وشهم مغطى. واحد منهم صرخ بالعربي، بلهجة عربية: انزلوا واحد واحد، معسكر التهريب. نزلنا على الجزيرة. الجو كان برد رغم إننا في الصيف. مشينا وسط صخور سوداء لحد ما وصلنا لمكان شبه معسكر.
خيام سلاح ورجال كتير. في النص قفص حديد جواه ناس مصريين شباب زينا. واحد منهم شافنا وصرخ: ارجعوا، دي مش هجرة، دي تجارة بشر. قلبي وقع. محمود قال: يعني ايه تجارة بشر؟ الشاب رد: هو بيبكي، بيبيعونا في ليبيا أو بياخدوا أعضائنا. الناس صرخت. حاولت أتحرك بس اتضربت بمؤخرات بندقية. واحد على الأرض. واحد من العصابة قال: اللي بيصرخ بيتدفن. يعني الركاب الغامضين. فضلت عيني على الثلاثة اللي لابسين أسود، إنه كان معنا على المركب. الغريب إن العصابة كانت بتعاملهم باحترام كأنهم مش بشر. واحد من المسلحين قرب منهم وقال: الحمولة وصلت زي ما طلبت. واحد من الثلاثة رد بصوت واطي: مش حمولة، دول اختيار الاختفاء الأول. في نص الليل كنا مربوطين جوا خيمة. محمود جنبي ما بيرتعش. قال: كريم، احنا هنموت. قلت له: لا، لازم نهرب. وفجأة سمعنا صوت فتح السوستة داخل. واحدة من العصابة مسك شاب من ايده. الشاب صرخ لا وسحبه بره. بعد 5 دقايق الصوت اختفى ولا رجع تاني. محمود همس: بياخدوه فين؟ قلت له: مش عارف، بس دي مش طبيعي. الرعب الحقيقي يبدأ. قرب الفجر سمعنا صوت غريب، مش صوت بشر، زي همهمة جاية من قلب الجزيرة. الأرض كانت بتهتز. الناس كلها في الخيام بتصحى مفزوعة. واحد من العصابة صرخ: اقفلوا بالليلة دي مش لينا، مش ليهم. أمال لمين؟ بصيت من فتحة الخيمة وشفتهم. التلاتة اللي لابسين أسود، واقفين عند صخرة كبيرة بيرسموا على الأرض دواوير ورموز مش مفهومة. واحد منهم رفع إيده للسماء وقال: الليلة البحر هياخد الجزيرة. مش طبيعية. فجأة المياه حول الجزيرة بدأت تغلي كأن البحر بيغضب. واحد من العصابة وقع على ركبته وقال: احنا ملناش دعوة، احنا بس بنسلم. في اللحظة ديت الصخرة اللي قدام التلاتة اتشقت زي باب بيتفتح، بس مش باب عادي، باب ضلمة أعمق من أي ليل. وطلع منه صوت نفسي طويل كأن الجزيرة نفسها بتتنفس. محمود شاه: يا كريم، دي مش عصابة بس. قلت له بصوت مرتجف: دي حاجة تانية. رسالة أخيرة من محمود. وسط الغموض والفوضى قدرت أفك الرباط من إيدي. شدت محمود: تعالى نهرب. جرينا ناحية الشط بس محمود وقف فجأة وشه اتجمد. قلت له: في إيه؟ قال لي: هم هيسيبونا. وبعدين طلع موبايله وسجل رسالة صوتية بسرعة. لو حد لقى التسجيل ده احنا كنا فاكرينه وجرة، بس دي كانت. وفجأة سكت. حين وسعت بس ورايا وهمس. البحر طلع على التفت وشفت ظل طويل مبلول واقف عند المية. مش بني آدم ولا حيوان، حاجة بين الاتنين. والتلاتة لابسين أسود يستمعوا للأول مرة. والواحد منهم الصفقة تمت. عاوزكم تقول لكم ايه رأيكم في الفيديو النهاردة. اكتبوا في التعليقات، قولوا لو عجبكم القصة ولا لأ.